معجزة كبيرة جدا حدثت اليوم. ابن فقير إلى الله يحمل أمه وأبوه على ظهره ويلا الله أثناء الطواف على الكعبة في عام 2026 في موسم الحج العظيم، وبين زحام التلبية والدعاء كان يحمل أمه وأباه فوق ظهره بكل فخر ورضا، لا يرى في التعب تعبا ولا في المشقة مشقة. يا لها من صورة تهز القلوب. في مكة المكرمة ابن بار يطوف بأمه وأبيه بين الحجيج، يبتسم رغم التعب ويقول: مهما فعلت فلن أوفكما حقكما. هكذا يكون البر الحقيقي، رحمة وصبر وحب لا ينتهي، ودعاء يرافق الوالدين في كل خطوة. فطوبى لمن جعل والديه تاجا فوق رأسه. عندما نتحدث عن الإنسانية، هذا هو البر حقيقي، أن تكون سندا لوالديك وقت الحاجة، وأن تجعل راحتهم قبل راحتك. فطوبى لمن نال رضا أمه وأبيه، وطوبى لقلب عرف قيمة الوالدين. في الحج تتعالى التكبيرات، ويتعالى معها دعاء الوالدين لولد بار، حمل جسدهما على ظهره وحمل حبهما في قلبه. لا شك أن رضا الوالدين طريقا إلى الجنة والطمأنينة في زحام الحج وتعب الطريق. كان يحمل أمه على ظهره بكل حب ورضا، ويأخذ بيد أبيه بخطوات مليئة بالوفاء. لا يشتكي من التعب ولا يمل من الخدمة، فقد علم إن بر الوالدين أعظم من كنوز الدنيا. كان يرى دعواتهما نورا يفتح له أبواب الرحمة